انتوا خربتوا البلد، خربتوا البلد وضيعتوها اكتر ما كانت ضايعه بافكاركم السودة ومؤامراتكم. وبعدين انت جاي تهدد قائد جيش مصر. ياسر جلال هو ورامز جلال اخوات، بس رامز بتاع مقالب وياسر برضو بتاع مقالب. مقلب اسود ومنيل عمله من ساعة ما طلع في الاختيار. يا ريت يا استاذ ياسر والله بامان يكون اللي احنا فيه ده يكون مقلب بامان، ونصحى بقى يقولوا لنا بصوا الكاميرا كنا بنضحك عليكم. نفسي والله يكون الخيبه الوكسه اللي احنا فيها دي مقلب، تطلع زي اخوك بتاع مقالب. انت كان ليك مسلسل حلو اسمه ظل الريس، انا كنت بحب اسمعه قوي. كنت خليك في الظل بتاع الريس. من ساعة ما مسكت الاختيار وعملت الاختيار وجسدته يعني بطريقة ما حدش كان متوقعها، واحنا بقى خلاص تمام. كان اختيار اسود ومنيل يوم ما عملت الاختيار، وكان اختيار اسود ومهبب على راسنا وراس ابونا يوم ما اخترنا، مع ان في حاجات احنا ما مش اخترناها يعني اتفرضت علينا. بس خير ان شاء الله. الدولار بقى ب60، دي مش نهاية الكون، لسه هيبقى ب100. عقبال عندكم يا رب كده. الناس اللي بره يبقوا عند زينا كده يا رب، يا رب تشوفوا الامل اللي احنا وصلنا له، الخيبة الحلوة اللي احنا بقينا فيه. مش هتثبتوه، مش هيهديكوا ربنا بقى وتثبتوا سعر الصرف، عشان كده خلاص احنا محتاجين 20 سنة قدام يثبت سعر الصرف بأمانة، لأن كده خلاص الفلوس بقت عاملة زي ورق الكوتشينة. هي بقى عارفين فلوس بنك الحظ؟ احنا دي فلوس بنك الحظ. اه والله زمان كانوا اهالينا كانوا معوديننا، يعني كان بيجيبوا لنا العاب، كانوا شايفين مستقبلنا، كانوا بيجيبوا لنا لعبة البنك الحظ والسلم والتعبان، عشان عارفين ان السلم بيطلع والتعبان بينزل. لما كنا نطلع بالسلم كده شوية يجي تعويمة تنزلنا على طول. هم اهالينا كانوا شايفين مستقبلنا عامل ازاي، فكانوا بيدربونا. ففلوس بنك الحظ احنا في ايدينا، في فلوس بنك الحظ كوتشينه. فاللي معاه ينيله اي حاجه يجمدها في اصول عشان يكسب فرق، لان انت لو معاك فلوس شهرين 3 بالكتير ومش هتنفعك خالص. تعملها قراطيس بقى تحط فيها طعمية، تديها للعيال يلعبوا بيها، تعملها شراشيب رمضان داخل علينا رمضان، ما عادش هيبقى ليها اي قيمة. الناس بتصفي وبتمشي، الناس بتصفي شركاتها وبتطلع خلاص. قالكوا هنعوم عشان الاستثمار يزيد، سابوها لكم ومشيوا، مفيش استثمار. وكان في حاجة اسمها البريكس، قالوا لنا دي في شهر 1 2024. فين الفنكوش ده؟ مش كان في فنكوش جاي وقالوا هيخلي ومش هنتعامل بالدولار وهنتعامل بحاجات تانية وبتاع؟ فين الفنكوش بتاع البريكس ده؟ مش كنا سامعين عن حاجة زي كده؟ احنا عمالين نسمع على حاجات ونشوف حاجات ويقولوا لنا مع كل شهر 4 عشان الدنيا تتعدل، وخايفين هتغرق تاني بعد شهر 4. فاللي معاه نيلة قرشين او اللي داخل على جوازة، اللي معاه فلوس كده وداخل مع ام محمد جمعية في اخر الشارع، يقول لام محمد هات الفلوس الشهر ده بالكتير وروح اشتري بها اجهزة عشان تعرف تتنيل، لان لو خدت من ام محمد الجمعية بعد شهرين 3 والله ما هتعرف تجيب مكوى. واللي معاها قرشين تروح تجمدهم اي حاجة. دي لو داخله على جواز، لو معاكي بنت عايزه تسطريها هاتلها حاجتها من دلوقتي، لان كده خلاص اللي هتشتريه النهارده هتطلعي بيه يعني. فنصيحة يعني، ويا ريت تشتروا الحاجات اللي ليها لازمة، اللي ملهاش لازمة بلاش الفشخرة اللي جابتنا ورا يعني. حكموا عقلكم شوية تمام. واللي معاها حتتين صيغة في ايدها، لو جوزها عامل قرد وتنطط وقف على شعر راسه ما تدلوش حاجة. لو قالك هطلقك قولي له مستقبلي في ايدي وسيبيه وامشي على طول. مفيش بيع دلوقتي، اللي معاه فلوس يروح يجمدها، عشان احنا داخلين على ايام ربنا ما يعلم بيها يعني ربنا يعديها معنا بالستر، وان شاء الله خير في اللي جاي، ان شاء الله ان شاء الله كل خير في اللي جاي ان شاء الله.